السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال الفيديو ده هنتعرف مع بعض ازاي تقدر تسجل على منصة درسلي بحساب مدرس بكل بساطة من غير تعقيد. خلينا في البداية نقولك ان لو الشكل الفاتح ده بتاع المنصة مش احسن حاجة بالنسبة لك، ممكن تقلب للدارك مود من تحت من هنا. بمجرد ما هتدوس على الزرار ده بتقدر تقلب او تغير ما بين اللايت مود والدارك مود. أول خطوة علشان نسجل حساب مدرس هو إن إحنا نروح لتسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، الزرار اللي فوق ده كده، علشان يبتدي ينقلنا للصفحة اللي ظاهرة قدام حضراتكم دي. الصفحة دي مقسومة جزئين، الجزء اللي ناحية اليمين لو حضرتك بالفعل مسجل وليك أكاونت فتقدر تدخل بالإيميل والباسورد اللي أنت كنت عامله، وممكن كمان تسجل عن طريق حساب جوجل بتاعك عن طريق إنك تدوس على الزرار ده. أما بالنسبة للقايمة اللي ناحية الشمال دي خاصة بإنشاء حساب جديد لو حضرتك ما كنتش أنشأت حساب قبل كده زي ما احنا هنعمل دلوقتي. الخطوة الأولى في إنشاء حساب جديد هي إنك تسجل بالجيميل بتاعك أو بالبريد الإلكتروني بتاعك زي ما احنا هنعمل كده، ومن هنا هتبتدي تعمل لنفسك اسم مستخدم وليكن بالشكل ده مستر كذا، ومن هنا هتكتب رقم موبايلك، وضروري تتأكد إن رقم الموبايل سليم لأن ده هيكون وسيلة التواصل بتاعتنا، والأفضل يكون رقم واتساب بالشكل ده. ومن هنا هتبتدي تختار نوع الحساب بتاعك، هل أنت طالب ولا مدرس ولا ولي أمر، وفي حالتنا إحنا هنختار حساب مدرس. ومن هنا هنبتدي نخلي جوجل يقترح لنا كلمة مرور قوية بالشكل ده، وهندوس على إنشاء حساب. بالمناسبة ممكن تتغاضى عن الخطوات دي كلها عن طريق إنك تسجل عن طريق الجيميل بتاعك، بس في حالة التسجيل كمدرس بنفضل إن تكون دي طريقة التسجيل بتاعتك. وهندوس على إنشاء حساب. هتلاقي الويب سايت بيقول لنا إن تم إنشاء الحساب بنجاح، وحسابك بيتم مراجعته من قبل الإدارة، وهنتواصل معاك قريبا عن طريق البريد الإلكتروني بعد الموافقة. والموافقة دي بتاخد دقايق، يعني الموضوع مش بيطول. وبمجرد ما بتجيلك الموافقة بتقدر تكتب الإيميل والباسورد اللي انت عملتهم، وما تنساش تدوس على زرار تذكرني وتقدر تسجل الدخول بكل بساطة. وطبعا لو انت رحت للإيميل بتاعك هتلاقي ان في إيميل جالك من المنصة بتاعتنا بيقول ان تمت الموافقة على الحساب بتاعك كمدرس. وبمجرد ما تتم الموافقة كده انت ضمن المجتمع بتاعنا، وتقدر تستخدم المنصة بشكل كامل بدون أي قيود.